بكره السبت، بكره ديربي الاهلي والزمالك. لو انت مشجع بسيط او مش متابع قوي للدوري المصري، فتعال احكي لك او اديك خلفيه بشكل عام عن وضع الفريقين في الدوري قبل ما يواجهوا بعض في القمه 129. اول حاجه، الاهلي داخل الماتش ومركزه الثاني في الدوري برصيد 32 نقطه، ومستني بيراميدز يخسر او يتعادل عشان يركب الدوري. اما الزمالك داخل الماتش وهو في المركز الثالث برصيد 27 نقطه، يعني فرق بينه وبين الاهلي 5 نقط. فبالتالي الزمالك مطالب بانه يكسب الماتش ده عشان لو اتعادل او خسر هيبعد اكتر عن المنافسه. تاني حاجه، الاهلي داخل الماتش ده باربع صفقات اللي هم جراديشار ومصطفى العش واحمد رضا، والصفقه الكبيره اللي فاجئتنا كلها اشرف بن شرقي. والزمالك برضه داخل الماتش ده باربع صفقات اللي هم التونسي الجفالي والمغربي صلاح الدين مصدق واحمد حسام ومحمود جهاد. الاهلي داخل الماتش ده وهو متاهل لدور ال 16 في دوري ابطال افريقيا، ده غير انه بيحضر لكاس العالم، وكان عامل حفله في الاقصر بيظهر فيها الكاس وبيعلن فيها عن تفاصيل مشروع استاد الاهلي الجديد. الناحيه الثانيه الزمالك برضه داخل الماتش وهو متاهل لدور ال 16 في كاس الكونفدراليه، ده غير انه داخل بثالث مدرب له وهو البرتغالي بيسيرو، واللي كمل معاهم اسبوع تقريبا وما لعبش معاهم غير ماتش واحد. اما بقى ابرز الغايبين عن الماتش ده، فعندك في الاهلي محمد مجدي قفشه ويحيى عطيه الله، وفي الزمالك احمد حمدي واحمد فتوح وناصر ماهر. عايزك تقول لي بقى انت اهلاوي ولا زملكاوي، وتتوقع مين هيحسم الماتش ده؟